واحد بيرمي لي تيشيرت الزمالك على الارض عشان خرج عشان هو اصلا مصاب، والتاني قلب لي وشه علشان كان قاعد دكه. اما لو مستواكوا عدل ولا بتكسبوا بقى ولا بتاخدوا بطولات بقى كل سنه 3 بطولات، كنت هتعملوا فينا ايه؟ انتوا ما الا انكم شويه لعيبه فشله. بجد اتمنى نادي الزمالك يتخلص من اللعيبه دي في اسرع وقت. اقسم بالله اللعيبه دي وباء في الزمالك. عقليات اللعيبه اللي بتلعب عندك في الزمالك، اللعيبه اللي المفروض الجمهور بيحط عليها امل ان هم ممكن يعملوا حاجه، والعيب علينا احنا كجمهور ان احنا بنثق في لعيبه زي العقليات دي. الزمالك اعلن ان في عقوبه نزلت على محمد عواد بسبب الطريقه اللي عامل بيها مدرب حراس المرمى وهو نازل مكان صبحي في ماتش سيراميكا، وهو كان نازل مقفقف وقافل وشه ومطنش خالص مدرب الحراس وما بيسمعش كلامه. ده يعني اللي هو بقى المفروض ان هو متضايق انه قاعد دكه. مش بس كده، ده البيه مش عاجبه ومنزل بوست انا عايز اعرف انا ايه اللي بدر مني. والله يعني لما تحب تعرف يا عواد ايه اللي بدر منك، انت ممكن ترفع سماعه التليفون كده وتكلم حد من النادي تعرف، مش على السوشيال ميديا كده وقدام الناس كلها. طالما انت سالت ايه اللي بدر منك، تعالى انا بقول لك ايه اللي بدر منك. اللي بدر منك انك ما احترمتش مدرب الحراس، انك قفلت وشك لما قعدت على الدكه، مع ان دكه الزمالك اصلا يا عواد شرف ليك وده اخرك دكه الزمالك. انت مش عصام الحضري يعني عشان تزعل انك قاعد دكه. فلازم تعرف ان لما يطلع منك اسلوب زي ده لازم تتعاقب، وبعد كده ما تقلبش وشك تاني، ولو قلبت وشك تاني عادي يغور بره النادي. انت يعني ولا جبت لنا افريقيا يعني، ولا جبت لنا كاس العالم للانديه، ولا جبت لنا حاجه يعني، ما بنستفدش منكم بحاجه. كلكم وجودكم زي عدمكم ملجوش اي لازمه. والبيت تاني محمد صبحي خرج من الملعب راح رامي تيشيرت الزمالك في الارض، برضه ان هو بيعبر عن غضبه. فالواحد بجد مش فاهم اللعيبه دي دماغها فين، ولا ايه ثقافه اللعيبه ديت. يعني انت بمستواك المخري دوت، بالنتائج، بالموسم الصفري، بالقرف اللي انتوا بتقدموه في الملعب بتعملوا كده؟ اما لو انتوا بتجيبوا بطولات بقى ويعني وناجحين ولعيبه مستواها عالي وبتفيدوا النادي، هتعملوا فينا ايه بقى المفروض؟